السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعانا تاب المدرسه الجديد ال A9 بلس 5G. واول حاجه هنبدا بيها هي الانبوكسنج. العلبه زي ما انت شايف كده بالتصميم البسيط ومتبرشمه من هنا، والنسخه اللي معانا بتيجي 64 جيجا مع 4 رام، وانا شايف ان دول كفايه على استخدام المدرسه. واللون اللي معانا هنا الاسود او الجرافايت. وفي ظهر العلبه هنا هتلاقي شويه بيانات كالعاده من سامسونج. هنفتح العلبه من عند الاستيكر اللي هنا بعد ما نقطعه، ونشد العلبه اللي فيها التاب ونقول بسم الله. اول حاجه معانا التاب بالتغليف القماش الجميل ومكتوب عليه سامسونج، ملمسه مديني احساس بالفخامه والنظافه. هنسيب الجهاز ده دلوقتي على جنب ونشوف الحاجات اللي بتيجي معاه. الترتيبه كلها نظيفه، واول حاجه في العلبه الصغيره دي الورق الخاص بالارشادات اللي محدش طبعا فينا بيقراه. تحت الورق ده مش هتلاقي غير دبوس الشريحه. عشان نروح للعلبه الثانيه اللي على اليمين، واول حاجه فيها سماعه الهاند فري اللي بتيجي بمنفذ 3.5 ملم، بتيجي بخامات كويسه وهتكون عمليه واعتماديه، وكويس اصلا انها موجوده. بعد كده معانا سلك الشحن اللي بيجي من نوع تايب A لتايب C مع خامات ممتازه ولكن قصير شويه، ودي كده كده مش مشكله. اخر حاجه معانا راس الشحن المعتاده من سامسونج اللي بتيجي بقدره 15 واط، وهتلاقي محفور عليها ادابتيف فاست تشارجنج. وراس الشاحن دي كانت بتنزل مع كل موبايلات الفئه المتوسطه في وقت سابق. نيجي بقى للجراب الخاص بالتاب اللي بيجي معاه، وزي ما انت شايف كده بالتغليف البلاستيك اللي عليه، واظن كلنا عارفين الجراب ده وهو غني عن التعريف لان مفيش حد ما شافوش على الطبيعه. معانا كمان القلم اللي بيجي معاه، وده تقريبا اسوأ قلم ممكن حد يستخدمه مع التابلت. وزي ما انت شايف كده بشكله المعتاد، ولكن برضه احب اقول لك انه بيقضي الغرض بقدر الامكان. نيجي بقى للنجم بتاعنا ونشيل الغلاف اللي عليه بالشكل ده عشان نشوف التاب بالشكل الجديد الجميل، بالحواف الفلات، بالكاميرا البارزه الدائريه بالشكل الجديد. لما تفتح الجهاز ده وتعمل له اول سيت اب هيشتغل معاك عادي كانه مش مقفول، لكن مجرد ما تشغل نت عليه او تضيف حساباتك هيدخل على طول على المنظومه ويتقفل على وضع المدرسه. لو شفته من اليمين هتلاقي هنا الفتحه دي خاصه بالمايك، وخلي بالك عشان ما تحطش فيها دبوس الشريحه وتبوظه. وفوقه هتلاقي زراير التحكم بالصوت وزرار الباور. في اعلى الاطار السماعتين بالشكل ده عشان الصوت الاستيريو. والجديد هنا عن السابق هتلاقي الثلاث نقط دول اللي لو وصلت التابلت ده بجراب فيه كيبورد هيشتغل عليه بكل بساطه، ومعاهم منفذ الشريحه. وفي الركن ده كده هتلاقي موجود منفذ ال 3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري، اللي انا من وجهه نظري شايف ان مكانها غريب قوي الصراحه. واخر حاجه بقى في اسفل الاطار السماعات التانية عشان تجربه الصوت تكمل للافضل، ومعاهم المايك الخارجي التاني ومنفذ الشحن التايب سي. التاب ككل شكله حلو واحسن واكبر من الجيل اللي فات، بلمسه الظهر المط واللامع في نفس الوقت اللي بتدي تدرج جميل يحسسك بالفخامه. والكاميرا كمان الدائريه الجديده دي لايقه على شكل الجهاز لانها جايه من اخر موبايلات عند سامسونج. وطبعا الجراب الخاص اللي بيديك اكتر من وضعيه مناسبه تثبت بيهم التابلت عشان يبقى مناسب لمستوى النظر اثناء الشغل عليه. المسكه ككل مريحه وبمستوى كراسه واجنده صغيره كده عندك في البيت، وهنا تقدر تشيل القلم عشان ما يضيعش منك. وبالكلام عن القلم ده معمول عشان تكتب بيه حاجات بسيطة أو تعمل بيه الاختيارات، ولكن في الكتابة كتير مش هيبقى أفضل حاجة لأن لازم تضغط عليه أكتر عشان ما يقطعش بالشكل الواضح قدامك ده. هو عموما شغال كويس ومش بيضيف أي تجربة أكتر من الإيد، يعني اللي هتعمله بإيدك هيبقى زي القلم بالظبط. وطبعا ما تنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، وشكرا لكم عشان وصلنا مع بعض ل 50,000 مشترك. نرجع بقى للإمكانيات بتاعت الجهاز. أولا هو بيدعم أندرويد 14 الجديد مع واجهة One UI 6.1، والشاشة ممتازة بتيجي متحسنة عن الأول بمعدل تحديث 90 هرتز، وده مناسب مع التابلت. بطارية ضخمة 7040 ملي امبير ومش هتلاقي منها اي مشاكل. اما الكاميرا مش احسن حاجة لانها بتيجي بجودة فول اتش دي بمعدل 30 اطار في الثانية. الجهاز ككل سريع واعتمادي وعملي وهيفيدك لو انت طالب، ومعاك كمان سنين قدام مفيهوش اي مشكلة. وتقدر كولي امر تشتريه ابنك لو هو مش هيستلمه من المدرسة، لان الجهاز دوت ليك ولاولادك، والتجربة هتلاقيها فيه متوازنة ومرضية بشكل كبير. ولحد هنا اكون وصلت لنهاية الفيديو. شكرا على المشاهدة، وشكرا 50,000 مشترك. مع السلامة.